إني بخير، فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، ودي أن أعيد إليك الهدايا التي... إيه يا بنتي؟ شايفاني بناهد وروحي طالعة وانت واقفة زي الشجرة. خدي من أدائي. يلا من الأول. حاضر. مولاي الأمير حمد، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير، فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، ودي أن أعيد إليك الهدايا التي حظيت بها منك. مني أنا؟ كلا، فأنا لم أعطك شيئا. بل هي منك يا مولاي، ولا بد أنك تتذكرها كما تتذكر الكلمات الحلوة التي أرفقتها بها. يا أنسة، أنا عادة ما بعملش استثناءات، لكن أنا ما أقدرش أقف في طريق حد عاوز يتعلم، فلو عاوزة تيجي مرة تانية تبقي تقولي لزميلك. متشكرة أوي. وأكيد طبعا اللي حصل قدامك النهارده ده ادالك فكرة إيه اللي ممكن تستفيديه من الدراسة الأكاديمية. لا، للأسف لا. أفندم؟ أنا ما اتعلمتش حاجة خالص. حضرتك بتدرس بطريقة غريبة قديمة جدا لدرجة تضحك. أنا لو بتعلم منك بالطريقة دي على ما أتخرج هكون نسيت كل حاجة عن التمثيل. ما كنتش عارفة إنها عملت مسرحية كوميدية. أنا فهمتك من أول ما شفتك، لكن أنا اللي غلطان. أدخل واحدة زيك محاضرتي. بره، اطلعي بره. بره، يلا يلا، بره بره. طب قولي ازيك؟ ازاي؟ في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجة. ايه ده؟ انت كنتي بتعيطي؟ لا، شكلك مش طبيعي. مالك؟ الراجل المجنون بتاع المعهد اللي حكيت لكم عنه شتمني وهزاني قدام الناس. وشفتيه فين تاني ده؟ رحت احضر له محاضرة. يبقى انت اللي تستاهلي لما انت عارفه انه رزل وقليل الادب. I really don't understand you. Why did you go there in the first place? بقول لك الانجليزي بتاعك انا مش فايقه له دلوقتي. Okay, just do whatever you want to do. Go on. Go on. الو. هاي ماما، ازيك؟ انا كويسه والله العظيم كويسه. هيكون في ايه يعني؟ هند، كويس اني لقيتك. تاني يا صابر؟ معلش، محتاج عربيتك عشان نسيت باروكه ولازم اجيبها. قولي لي، انت عندك شغل النهارده؟ لا طبعا، انا ربنا بعتني عشانك، عشان انت اسمتي ونصيبي. هتدفع كام؟ هفولك العربيه. طيب بس بسرعه. ايه يا هند، اتاخرت ليه؟ هو ده اللي هتساعديني. معلش يا علاء. الجمبارس جم؟ جم. خد الورق واتصرفي. انت عارفه المشهد؟ طبعا. عملت لي ايه في الفيلم التاني يا علاء؟ لا، في اخبار حلوه قريب، بس انت شطارتك بقى. اتكلم جد والله، ليك الحلاوه. الو. ايه طارق، اخلص شغلي واعدي عليك. ايه الدربكه دي يا محمود؟
طبيعي بجد بجد. انا لو كنت استنيت ثانيه كمان كنت ضربته مش تهريج. مساكين الطلبه بتوعه يا اما هيطلعوا متخلفين زيه يا اما هيتعقدوا في عيشتهم يدوروا على شغلانه ثانيه. انت مش متخيل ده كان بيتعب. هند، انت من ساعه ما جيتي وانت دوشاني بالراجل الدكتور بتاعك ده. هو في ايه بالظبط؟ صح معلش عندك حق. ها هتاخد ايه؟ اي حاجه. احنا مش قلنا نخف شويه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وحشتيني. وحشتيني قوي. ما وحشتكيش؟ عملت ايه في موضوع المعرض؟ ولا حاجه. ليه يا طارق؟ ماليش مزاج. وامتى هيبقى لك مزاج؟ لما كل الصور بتاعتي تبقى منبثقه من نفس وجهه النظر المنفصله هعمل المعرض. طب انا عندي ليك خبر حلو. ايه هو؟ كلمت لك حسام عشان تنزل تصور عربيات. تاني يا هند؟ تاني هنفتح المواضيع دي؟ قلت لك 100 مرة مش هصور صابون وسمنة ومش عارف ايه. بقول لك عربيات. برضه مش نافعين. يا حبيبي انا متأكدة انك موهوب، بس الناس لازم تشوف شغلك عشان تعرفك. انا بقى ممكن اعرفك على ناس تساعدك. هند، انت طريقتك غير طريقتي. انت بتشتغلي مع اي حد وبتعملي اي حاجة. انا ما بقولكش تعمل زيي، بس برضه ما ينفعش تفضل من غير شغل. انا مش فاهم ايه اللي بيدخلك في شغلي اصلا. عشان انت مكسل وانا خايفة على مستقبلك، ولا هتفضل كده معتمد على ابوك وامك عايزهم يصرفوا علينا حتى بعد ما نتجوز. نتجوز؟ انت ليه دايما بتسبقي الاحداث؟ انت عارفه كويس قوي ان انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. وبعدين احنا اتفقنا ان اهم حاجه ان احنا مع بعض، مش كده؟ والاتفاق ده لحد امتى بقى؟ احنا بقالنا 2.5 سنين مع بعض ومفيش حاجه بتتغير. انت مبسوط كده، الحشيش على الترابيزه والبيره في التلاجة وبتصور على مزاجك وانا موجوده. عمرك ما فكرت في اللي يبسطني انا؟ اللي بيحب حد بيتغير عشانه. كل شويه هتسمعيني الاسطوانه دي يا هند. 100 مره قلت لك انا كده ومش هتغير. وبعدين هند، اللي بيحب